السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم وصفة اللي غير بالخضرة، يعني ملي تبقى لكم الخضرة في الثلاجة تقدروا توجدوا بهذه الوصفة، كتجي لذيذة وكتجي بنينة. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وما تنسونيش من اللايك والاشتراك في القناة اللي ما مشتركش. ومرحبا بالجميع، ونمر على بركة الله المقادير وطريقة التحضير. عندي هنا انا هاد الخضره اللي خديت، ماشي ضروري تاخذوا هاد الانواع ديال الخضره، تقدروا تاخذوا اي خضره عندكم. انا خديت هنا كان باقي ليا شويه البروكولي، شويه الشيفلور، شويه ديال الفلفله حمراء حلوه، وكانت عندي واحد نص حبه ديال المطيشه، واحد جوج حبات ديال طوماط سوريس، حبه ديال البسباس، واحد 4 الحبات ديال البطاطا، وهذيك الحبه ديال الدنجال غنكتفي غير بالنص ديالها. مي تقدروا تاخذوا اي خضره عندكم، يعني ماشي مشكل، الخضره اللي كان عندكم، الكورجيت، الخيزو، اي خضره عندكم، الفلفله تقدروا تاخذوها، تقدروا تستغنوا عليها. المهم نتوما تشوفوا الخضره اللي عندكم في الثلاجه، ملي كتبقى لكم ديك الخضره حبه 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 ديروا بهذه الوصفه، كتجي لذيذه الصراحه. كناخذ الخضره من بعد ما غسلتها وكنقطعها هكا بشكل عشوائي، يعني كتقطعوها كروات ولا بشكل طولي كيف ما بغيتو، كيبقى لكم الاختيار. قطعت هكا البطاطا كيف ما كتشوفوا هكا مكعبات صغار، قسمتها تقريبا على 4، كنقسمها على 2 وكنعاود نقسمها على 4 صافي. وكنقطع الخضره، قطعت هكا غير هو الخضره تقطعوها شويه رقيقه، ما تقطعوهاش غليظه بزاف باش طيب لكم، يعني ما تكونش غليظه بزاف. كيف ما كتشوفوا البسباس شنفتو هكا صافي. وكناخذ هذيك الحبه ديال الدنجال، غناخذ غير النص ديالها، تقدروا ديروا اي خضره عندكم، تقدروا ديروا الشو ديال بروكسل، هذوك الشو صغيورين، تقدروا ديروا كورجيت، تقدروا ديروا اي خضره ديروها كتجي لذيذه. مني قطعت الخضره كلها هي غنضيف لها هنا غنقطع المطيشه حتى هي، كانت عندي هنا نص حبه، تقدروا ديروا حبه اولا 2. انا كان باقي لي داك النص، وكانوا عندي 2 حبات درتهم. وخديت هنا 3 ديال الفصوص ديال الثومه، قسمتها هكا غير على 2 صافي. وكناخذ واحد اللاطه اللي كتدخل الفران، كندير فيها الخضره ديالي صافي. كيتبان لي هنا داكشي فلور شويه غليظ، رققته صافي. غنضيف لهم هنا شويه ديال الملح، غنضيف زيت الزيتون، وغنضيف الزعتره اولا الاوريغانو. انا كان عندي الاوريغانو، الا ما توفرش لكم الاوريغانو تقدروا ديروا الزعتره، كتجي بنفس المذاق. وضفت لهم هنا شويه ديال الابزار، غير شويه ما تكتروش صافي. وكندخلهم للفران اللي كان سخون على 250 درجه، ضروري الفران يكون سخون ويكون على يعني عافيه مجهده باش الخضره كتجي ما كتطلقش الماء وكتحمر. صافي. من بعد ما كنحركها هكا باش تلبس ليا ديك الخضيره بهذيك الزعيتره وداك الملح والزيت وداك الابزار صافي. وكندخلها للفران، كنخليها تقريبا من نص ساعه حتى 40 دقيقه، وكنخرجوها كيف ما كتشوفوا. كتجي الصراحه كتجي بنينه وكتجي لذيذه، وكتكون طايبه وداخلها الطياب، وكطيب كلها الخضره. غير هو مني تشوفوها بدات كطيب حركوها هكا واحد شويه، غير باش ما تطيبش بزاف من الفوق وتبقى من التحت، حركوها هكا واحد شويه صافي. ومني كطيب كنقدموها بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا. كتجي الصراحه رائعه لذيذه في المذاق، وكتجي زوينه وصحيه. يعني تقدروا تقدموها مع هكا الحوت اولا مع الدجاج اولا مع ما بغيتو، كتجي زوينه. نتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها، وبالصحه والراحه.